بغداد. توجه أخ باسل برسالتك، حياك الله، كل العراقيين يسمعوك، تفضل. أحييك وأحيي قناة البغدادية وأحيي كافة العراقيين الشرفاء، ولك أنا أقولها من خلال منبركم الكريم. والله يا حيدر العبادي، أمامك خيارين: إن لم يذكرك التاريخ ويكتب اسمك بأحرف من نور ويخلدك التاريخ، وخلاف ذلك سوف ينعلك التاريخ وتنعلك الأجيال. وكذلك كل هذا ما يحدث بسبب هذه اللصوص، بسبب هذه من هم محسوبين على الشيعة أو على السنة أو حتى على الأكراد. إنهم بعيدين، إنهم ليس سياسيين، ولكن إنهم لصوص. الشارع العراقي حاليا قد أعطاك التخويل والمرجعية. حاليا أنت أقوى رئيس وزراء يوجد لديه السلاح والإمكانية بابتعاد ومحاسبة كل أمثال هذه السياسيين الفاشلين. ولكن نطالب من سيادتكم بأن لا يكون القضاء كما كان القضاء في السابق، أمثال مدحت المحمود وغيرهم من القضاء. نريد قضاء عادل، نريد قضاء يتمثل بالوطنية، هكذا نريد قضاء بأن يجعل اللصوص في السجون. نريد أن تملى السجون في أمثال هذه اللصوص. إنهم ليس سياسيين ولكن إنهم لصوص. أنا أروي إليكم رواية قرأتها في إحدى المذكرات للحاكم المدني برايمر. قال: في أول اجتمعت مع السياسيين في العراق بعد سقوط النظام، كنت أنا متخوف وجالس في طرف الكرسي. كنت في نظري أنا أقول وفي تفكيري بأن السياسيين سوف يسألوني: لماذا حليت الجيش العراقي؟ لماذا كل هذه المؤسسات قد حلت؟ لماذا هذا الخراب في البلد؟ ولكن عندما جلست معهم رأيتهم يقولون يسألوني عن المخصصات وما شابه ذلك، ثم ارتحت وجلست جلوس الملوك. هذه السياسيين الذين يمثلون العراق. هذا من جانب الآخر أنا أقول على كل سياسي من يدعي بأنه من التشيع أو حتى من باقي الطوائف، أن كان من الشيعة فلا ينسى كان علي بن أبي طالب أعدل شخصية بعد رسول الله. هل أنت تمثل علي؟ هل أنت مع مبدأ علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب أنت تكون معه. وهذه العوائل مشردة وسلمت 18 محافظة، حاليا 14 محافظة في يد الحكومة العراقية. أين المحافظات الباقية؟ أين المحافظات؟ أنا أخاطب الولايات السابقة: لماذا أوصلتم العراق إلى حافة الهاوية؟ أنا وكذلك أقولها: أنتم لماذا نسيتم قول محمد باقر الصدر المفكر الإسلامي عندما قال: إياكم وثورة الشعوب، فإذا ثار الشعب العراقي لا يبقى إليكم باقية. وهذه ثورة الشعب العراقي. نحن نطالب من رئيس الوزراء بأن يكون كما قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. نريد قضاء عادل، لا نريد القضاء كما كان في السابق. ونريد أن يجعل رئيس الوزراء الشخص المناسب في المكان المناسب. لا نريد أن نرى المحاصصات والمجاملات وبيع المناصب في مكتب رئيس الوزراء والقيادات الأمنية، أمثال عبود قنبر وعلي غيدان وغيرهم من القيادات. هل هذه القيادات التي تمثل الجيش العراقي؟ الجيش العراقي الباسل هو من أفضل الجيوش في العالم. قد أوصلتموه إلى الهاوية. الجيش العراقي لم نرى منه إلا بأن يخرج من مأزق وتضعونه بمأزق آخر. وأنا من خلال منبركم الكريم أنا أقولها وشهادة إلى التاريخ: يوم من الأيام قد بعدوا أحد الشخصيات الوطنية من القيادات الأمنية، من هو أول فريق الركن نجيب الصالحي، بعدوه من المناصب. لماذا بعدوه؟ أنا كنت حاضر في هذا الموضوع. بعدوه لأنه قالوا له: أنت تحديت صدام حسين وخرجت في الفضائيات وفي صوت المعارضة، واليوم تأتي أن تريد أن تأخذ منصب. أنت شخص مهني وشخص تعرف ما معنى الجيش والعسكرية وما شابه هذه المواضيع. فبعدوه هذه الشخصيات، وكذلك الكثير من الشخصيات. من أنتم؟ أنتم ليس بعراقيين، أنتم من سرقتم العراق. أنا لحد قبل ساعات كنت أتحقق في موضوع محافظ بغداد السابق، محافظ بغداد
محافظ بغداد السابق من دولة القانون. يوجد شارع على نهر ضفاف دجلة في الكاظمية المقدسة، رأيته أن هذا شارع مقطوع فقط للحالات الطارئة مباشرة على نهر دجلة. رأيته بأنه يأخذ هذا الشارع ويسجله في تسجيل العقاري عقار له. ارفعوا صورته بالتظاهرات. في منطقة عبد المحسن في الكاظمية رئيس الوزراء يوجد لديه 600 متر، وكذلك الشهرستاني وغيرهم. من أنتم؟ أنا أقولها وأكررها. ارفعوا صورهم، طالبوا بتقديمهم للقضاء. لا يعطي. أنتم كنتم في السابق تستعطون من الدول. شكرا أخ باسل، وصلت رسالتك أخ باسل كاظمي من بغداد. ارفعوا صورهم، ارفعوا